السلام عليكم ورحمة الله. الحدث اللي البارح صار من اغتيال راس الجزيرة أنس الشريف الله يرحمه، الكل كان منتظر هذا الحدث ومو متفاجئ فيه. الكل كان يعرف أنه أنس مستهدف. جيش الاحتلال حذروا أكثر من 3 مرات، ليس حذروا بل وصل له رسائل عن طريق أفراده منهم أدرعي بأنه هو إنسان سوف يتم التخلص منه. إيش العذر؟ إيش السبب؟ ما يحتاج. إسرائيل هي الوحيدة التي لا تحتاج أن تعطيك عذر، ولو عطتك عذر وكذبي لازم تصدقه، وإذا ما صدقته فأنت معادي لليهود وعندك مشاكل. وهذا اللي قاعد يسري على العالم من 1 و9 شهور. الجرائم اللي كل يوم تصير، الإبادة الجماعية، تجويع الأطفال على مرأة من الكوكب الأرضي ونقل لايف، وتنكر تل أبيب. ليش أنس أوجعنا؟ ليش أوجع العالم العربي وأوجع حتى العالم الغربي؟ اليوم كل المحطات، كل الناشطين محبين الأحرار فلسطين، محبين القضية الفلسطينية ومناصريها، كلهم بث عن أنس اليوم، وكل الناس تتكلم عن أنس اليوم. ليش أنس أوجعنا؟ شهداء غزة كلهم غاليين، شهداء غزة كلهم منا وفينا شهداء غزة، إحنا المسؤولين عن خذلانهم بالدرجة الأولى كمسلمين وكعرب وكجيرة. لكن أنس كان يمضي إلى حتفه أمام أعيننا وإحنا نراقب ونستنى منه إنه ينقل الصورة لحد ما يجي حتفه، وإحنا نراقب وشايفين وعارفين إنه مستهدف. وإحنا شخصيا وجهنا رسالة نطالب بحمايته، ونطالب القناة اللي مشغلته إنها تستنكر وترفض، وبشكل أعلى تحاول توفر له الحماية وتركز عليه. استهداف أنس واضح ومعروف، واستهداف لكل الصحفيين اللي ينقلوا الصورة، بالتزامن مع استهداف أنس أمس. النت مصرح إنه بيسمح للصحافة الأجنبية تدخل، بس الفلسطيني ما له دية دمه ولا إنه يقتل. يعني راح قبله الغول، راح قبله الله يرحمها شيرين أبو عاقلة، كل اللي استشهدوا الله يرحمهم. إحنا ما كنا نعرف عن استهداف الصحفيين. مثلا شيرين أبو عاقلة عندما قتلت كانت مفاجأة لنا، كانت صدمة، بينما أنس يختلف عن الباقيين كلهم. أنس سلم لآلة الكيان الصهيوني على مرأى من العالم كله، وعلى مرأى من المتابعين للقضية اللي يكرهوها واللي يحبوها. أنس كان قدامنا حالة حية، مثل أنت عارف أن الإنسان هذا مستهدف وقاعد تستناه إيش يصير فيه، إيش يصير معاه. كلنا خذلنا أنس زي ما خذلنا 57,000 شهيد. أنس أوجعنا كلنا لأنه عارف أنه مستهدف. في كل يوم، في كل لحظة، في كل تغريدة كان يكتبها أنس كان يودعنا فيها. الله يرحم أنس ويرحم شهداء فلسطين. أخبر الله يا أنس أن خذلناكم وأن غدرناكم، وأن هذه الشعوب العربية تفضل أن تموت كمدا على أن تحمي مسرى رسولها وكرامتها وعقيدتها. رحم الله أنس وكل شهداء فلسطين.